ان السب يا اخوانا يا مسلمين حرام عليكم، اعرفوا دينكم كويس. طيب القرآن نفسه شتمهم، شتم امثال سافل يوسف، شتم هؤلاء واللي بعدهم واللي قبلهم واللي فوقه واللي تحته. طب اسمعوا، انا بس ايات كتبتها في القرآن كده عشان ما انساهاش. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلد وان تتركه يلهث. دي سب ولا مش سب؟ ده ربك اللي بيسب، ربك اللي بيشتم. طيب كمثل الحمار يحمل أسفارا، عنده علم، دكتور طبيب ناجح، لكن الطب اللي شايله على كتفه ده ينفعه؟ لا. كالحمار يحمل أسفارا. خد الثانية، إنهم كالأنعام أو بل هم أضل. ربك اللي بيشتم ده. الشتيمة دي من عند الله عز وجل، السب ده من عند الله عز وجل. فأعضه بهن أبيه ولا تكنه. يعني أقول لك عورة أبوك بس أقول اللفظ ولا أكني. يعني الأمر النبوي ليا إن أقول عورة أبوك بدون ما أكني. شفت أنا مؤدب؟ مش قادر أقول أنفذ كلام النبي فيك، مش قادر. طب اسمع دي من أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق قال لواحد إيه؟ امصص بذر اللات. عارف البذر؟ أكيد عارفه، ما أنت طبيب، ها؟ عارفه؟ الحتة اللي فوق الإيه؟ العورة بتاعت المدام، ها؟ مش مدام بتاعتك أي مدام يعني، خلاص؟ فبيقول له امصص بذر اللات، العورة بتاعت اللات اللي بتعبده ابصر بذر اللات. هل بالله عليك فيها مشكلة بالنسبة لي أنا لما أعمل كده؟ باسم يوسف وشغالين مع باسم، بس هو القناة بتاعت باسم ها فيها حاجة؟ أنا غلطت؟ من حقك تختلف معايا، من حقك تنقضني. فاحنا عندنا في الدين في اختلاف وفي نقد، في نصيحة، في اقتراح، لكن في 5 حاجات خطوط حمراء مش من حقك تعدي عليهم، مش من حقك تتعدى ال5 حاجات دول. ال5 حاجات دول اول ناس تعدوها الشيوخ، اللي هم المفروض ان هم اول ناس ما يعدوش ال5 خطوط حمراء دول. 5 خطوط حمراء ربنا حطهم في القرآن، لا يجوز لمخلوق ان هو يتعدى ال5 خطوط دول. ايه هم ال5 دول؟ اول حاجة فيهم اسمها السخرية، ولا يسخر قوم من قوم. وبالتالي لا يسخر، بالك الآية بتقول لا يسخر قوم من قوم، يعني أيا كان دين القوم دول. الآية مفتوحة وكلمة قوم نكرة، وبالتالي أي قوم في الدنيا مش من حقك إنك تسخر منهم. ده أول حاجة. ده إذا كنت بتعبد ربنا اسمع آياته، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ولا إلى آخره. ده أول حاجة ممنوع التعدي بها على الإنسان، مش المسلم فقط، الإنسان. لا يسخر قوم من قوم. تاني نقطة أو تاني خط أحمر لا يجوز التعدي عليه السب. طبعا احنا عارفين السب اللي هو الشتيمه. عندنا ايه بتقول ولا تسبوا، نهي واضح، نهي قراني واضح، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ده ربنا مش بيكلمنا على ان احنا ما نسبش المسلمين، لا ده بيكلمنا على ان احنا ما نسبش المشركين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وبالتالي تاني خط احمر محطوط لنا في القران السب. اول خط احمر السخريه، اوعى تسخر من حد. تاني خط احمر السب. ثالث خط احمر في القران ولا تنابزوا بالألقاب. لو انت طلعت على اي حد شعار او لقب وبتعايره باللقب ده، او انت ألفت عليه لقب بيسيئه، ده مخالف للأوامر القرآنية. انت كده بتتعدى حدودك اللي ربنا حطها في القرآن. وبالتالي لا تسخر من حد ولا تتنابز بالألقاب ولا تسب حد. ثالث خط احمر مذكور في القرآن وهو الهمز واللمز. عارف لما انت تبقى ماشي مع واحد وبتبص لواحد كده معدي وانت اصلا مش عاجبك الشخص ده او متضايق من الشخص ده او بتحقد على ايا كان الشعور اللي جواك، فبتقوم باصص لصاحبك وتعمل له كده، بتمغز له بعينك او تشاور حركه بايدك او حركه بجسمك علشان تسخر من الشخص ده. ده اسمها الهمز واللمز، ممنوع. ده في القرآن بيقول ويل لكل همزة لمزة. خد بالك بقى انت كده بتخالف امر القرآن. فاول حاجة السخرية، خط احمر ممنوع التعدي بيه. ثاني حاجة السب. ثالث حاجة التنابز بالألقاب. رابع حاجة الهمز واللمز. خامس حاجة الظن. ايه ده؟ هو انا مش من حق ان انا اظن فيك ظن سيء؟
انا ببص ليك تصرفات معينه بتعملها فبظن انك مشرك منافق بتعمل اي حاجه من الحاجات اللي الاسلاميين دلوقتي هاجمين على المجتمع كله بها، ظن سيء على كل تكفير وتخوين وزندقه لكل المجتمع. عايزين نعرف ايه موضوع الظن ده. فآية بتقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني كوني بس افكر او اظن انك واحد فاسد او مجرم او ايا كان الظن اللي انا هظنه فيك، ربنا امرني ان انا اجتنب كثير من الظن، لان الايه بتقول ان بعض الظن اسم، لان الظن ده اسم، ان بعض الظن اسم. في ظن ممكن يخليني اكفرك، ممكن يخليني اخليك بره الدين، وبالتالي الظن ده اسم لان هو وصلني لسلوك سلبي في الاخر. وبالتالي 5 خطوط حمراء لا يجوز لاي شيخ التعدي عليها. ولو شفت شيخ بيعدي خط واحد من ال5 خطوط دول اقفل وما تتفرجش عليه تاني، لانه مخالف لشرع الله. لو في جماعه، لو في حزب، لو في انسان مسلم بيدعي نفسه الاسلام وخالف حاجه من الخطوط الحمراء دول، اقلب وما عادش تتفرج عليه، لانه بيخالف شرع الله.